بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. هنا حطينا معلقتين سمنة ومعانا بصلتين كبار خرطتهم قطع صغيرة، نديهم تقليبتين بس كده يا دوبك تدبل البصلة، وقبل ما تصفر منك تروحي حاطة اللحمة. وعلى قد ايدك بقى، يعني على قد التكلفة احنا عارفين اليومين دول ربنا يعدي اليومين دول على خير على الناس كلها. مش هتحرمي ولادك واي حاجة هتعملي بيها. الست المصرية معروفة بشطارتها. ونوفر ونمشي الدنيا مع بعضينا. انا هنا جايبة، كان عندي كيس لحمة مفرومة، يعني لا هو ازيد من ربع كيلو واقل من نص اهو. طلعته من الفريزر وسبته لما فك ورحت شغالة بيه، يعني هو اقل من نص بحاجة بسيطة. وهعمل بيه صينية المكرونة ونمشي الدنيا. بعد البصل كده ما يدبل شوية تروحي حاطة عليه اللحمة المفرومة، تديله تقليبتين كده لحد ما اللحمة تدخل في السوا. تنزلي عليها بقى معلقتين ملح صغيرين، معلقة بابريكا، ومعلقة فلفل اسمر، ومعلقة كمون، ولو عندك بهار لحمة حطي. وتديهم تقليبة في قلب بعضهم كده وتسيبيها لحد ما اللحمة تتعصج منك. دي معلقة الكمون. تقلبيهم في قلب بعض كلهم وتسيبيها شوية لحد ما تتعصج تدخل في السوا يعني. انا هعملها بأقل التكاليف، يعني مش هعمل اي حاجة فيها، لا جبنة ولا اي حاجة من الحاجات اللي احنا كنا بنعملها دي. هعملها عادية جدا كده. حطينا لها التوابل بتاعتها وهسيبها شوية كده. دخلت في السوا. هنزل عليها بقى بقرن فلفل، تقطعيهم قطع صغيرة، فلفل رومي ومعاهم فلفل حامي قرن واحد. مش عايزة هتبقى حراقة خلاص ما تحطيش. بتقلبيهم في بعض. وبعد كده تجيبي حبايتين طماطم تكوني برضو مقطعها حتت صغيرة وتروحي نازلة عليها. وتسيبيها بقى مع نفسها، بس تقلبي فيها كل شوية. انا هنا بقى هوطي النار عليها شوية واسيبها واروح اعمل في البشاميل. مش هطفي عليها، انا هوطي عليها النار بس. هنا بقى حلة وفيها معلقتين كبار سمنة. هتسخن السمنة تروحي نازلة عليها ب3 معالق دقيق، 3 معالق كبار. ادي اول معلقة، معلقة كبيرة يعني مش معلقة صغيرة، مش بتاعة الاكل. تفضلي بقى تشوحي الدقيق مع السمنة لحد الدقيق ما يشرب سمنته، وتقلبي كده ويبدأ هياخد لون الذهبي معاكي اهو. قلبي فيه ايدك ما تسيبش التقليب على طول.
وعلى فكرة انا شايلة كوبايتين من المية بتاعت سلق المكرونة. انا هنا كنت سلقت المكرونة خلاص اهي. تنزلي بقى بيهم عليه. هما كوبايتين مية كبار، بس هي كوباية منها صغيرة وما بتملهاش على الاخر، كانت المية سخنة بتاعت المكرونة. تفضلي بقى تقلبي لحد ما يبقى قوام كريمي. هنا بمرة باليد وتديها بقى تقليبة، عشان بس ايه ما يبقاش فيه تكتلات في الدقيق من الدقيق. قلبي بقى فيها جامد لحد ما تلاقي القوام بقى كريمي معاكي. هنا رجعنا للحمة خلاص كده استوت. خلاص هنطفي عليها بقى ونسيبها. هنرجع بقى تاني للبشاميل. طفينا كده على اللحمة اهو. تفضلي بقى تقلبي فيها لحد ما تتأكدي ان هي خلاص بقى القوام كريمي. تروحي حاطة اللبن. كوباية لبن اهي. لحد بس ما تشوفي القوام بتاعها عايز تاني ولا لا. أنا كده حطيت كوباية ونص من اللبن اللي هو الحليب يعني. تفضلي تقلبي فيها. لقيتيها عايزة تاني اديها. بس كده اهو الطريقة بتاعتنا العادية، ولا حطينا لها جبنة ولا حطينا كريمة ولا اي حاجة. الطريقة العادية بتاعتنا. وطلعت جميلة مش قادرة اقول لكم على حلاوتها. هنا معلقتين ملح صغيرين، وهتحط لها معلقة فلفل اسمر صغيرة بس، وخلاص وتقلبي. خلاص خلصنا اهو. هنا المكرونة كنا سلقينها وصفتها. هتحطي عليها معلقتين كبار بشاميل وتقلبيهم في قلب بعضيها كده عشان بس تبقى المكرونة متماسكة. وهتجيبي الصينية تحطي في أرضيتها معلقتين كده كبار من البشاميل. ننزل بقى بالمكرونة. نحط نصها في أرضيتها. لسه عايزة بشاميل تاني. هنزل بقى بالمكرونة عليها. ترصيها بقى كده لحد ما تظبطي الأرضية وتداريها خالص، بحيث لما تحطي اللحمة ما تسقطش منها، تبقى كلها متماسكة ببعضيها اهو. تحطي في الجناب وتحطي في الوسط كله. خلاص كده هجيب بقى اللحمة واحط عليها. برضو توزعي اللحمة. عندك بقى جزر ممكن تحطيه تبشريه وتحطيه مع اللحمة. فلفل ألوان
كله ماشي معاكي، يعني مش هتقول لا. هنا خلصنا، هنحط بقى بقية المكرونة ونغطي بقى الوش بتاعها. هنرصها كده الاول وبعدين نشوف. رصيها كلها كده. بس خلاص. بعد كده هننزل بالبشاميل على الوش. وعلى فكرة انا ما حطيتلهاش بيض، حطيتش في البشاميل بيض خالص، وطلعت جميلة جدا، مش قادرة اقول لكم على طعمها، وما قعدتش ما شاء الله يعني. اذا عجبتكم الطريقة فضلا وليس امرا شير ولايك واشتراك في القناة. جربوها كده وقولوا لي ايه رأيكم. اهو. عندك بقى حتة زبدة حطيها، حتة قشطة، انا حطيت لها حتة قشطة من فوق الوش بس عشان الوش بس ياخد لون. اهي. هجيب بقى القشطة وهحطها عليه. كنت حاطة حتة مجمدة في الفريزر وطلعتها وعملتها. هدخلها بقى الفرن، هتحطيها على الرف الوسطاني وتسيبيها وتشغلي بس الشواية من فوق كده وتهديها عليها. اهي بعد ما